أهلا بكم في كبسولة هقدم لك فيها معلومات عن الدراسة وتطوير الذات من كتب ومقالات في أقل من 5 دقايق، وطبعا ده لأن إحنا جيل خلقه ضيق ولكن في نفس الوقت نفسه يستفيد. فوسع خلقك معايا الكام دقيقة دي واسمع الفيديو للآخر لأن ده واقع علينا بخسارة. بحاول ان انا اكتب قائمة مهام علشان اخلص كل اللي ورايا، ولكن للأسف ما بعملش اي حاجة، وناس كتير جدا ماشية على قوائم المهام وبتخلص وبتنجز كل الحاجات اللي وراها وانا مش عارف اعمل كده. في الفيديو ده هقولك ازاي تكتب قائمة مهام بطريقة صحيحة وايه الاخطاء اللي المفروض تتجنبها علشان تكتب قائمة مهام بشكل صح. انا مروة محمد واهلا بيكم في الحلقة الرابعة من كبسولة. بما اني في الفيديو اللي فات اتكلمت عن ازاي ان احنا نحط اصلا اهداف وكمان ازاي ان احنا نعمل جدول، في الفيديو ده بقى هنتكلم عن ازاي نعمل قائمة مهام. وكل اللي انا هقوله في الفيديو ده قرأته في الكتاب ده، الطريقة الاكثر فاعلية لانجاز المهام. الفيديو ده هو تلخيص سريع لبعض النقاط المهمة في الكتاب ده بخصوص ليه ما بنحققش كل الحاجات اللي احنا كاتبينها في قائمة المهام. وان شاء الله في اسئلة هتنزل على قناتي على التليجرام تبدأ انك تجاوب عليها وتشوف نفسك هل انت بتعرف تكتب قائمة مهام بشكل كويس، وهل قائمة المهام اللي انت بتكتب بيها حاليا هي الطريقة الصح لكتابة قائمة المهام. ان احنا اصلا مش فاهمين هي ايه وظيفة قائمة المهام. قائمة المهام هي ليست وسيلة لانجاز كل المهام، ولكن هي وسيلة بتضمن ليك انك تخلص كل الحاجات الاهم اللي موجودة في قائمة المهام، فبتخليك تبقى مدرك هي ايه المهام اللي وراك وايه الاكثر اهمية والاقل اهمية وتنجز انهي فيهم بالظبط. انك ما تحطش ديدلاين او وقت لانهاء المهمة دي من اكبر المشاكل اللي بتخليك ما تنجزش برضو المهام اللي وراك. فقال في الكتاب ان قائمة مهام بدون وقت محدد لانهاء المهام دي فهي عبارة عن قائمة أمنيات. ومش اللي يقصده هنا قوي ان احنا لازم نكتب الوقت للإنهاء ووقت للبدء لكل مهمة بشكل محدد، هو الموضوع مش كده قوي، ولكن برضو لازم تكون حاطط وقت. بمعنى انك تحط المهام مثلا اللي ليها علاقة بالدراسة او بالشغل في الفترة الصباحية، فمع انتهاء الفترة الصباحية تكون انتهيت من الشغل او الدراسة اللي وراك. ان قائمة مهامك اطول من اللازم، حاجة زي كده هتخليك تعاني من 3 مشكلات: التشتت، غير الواقعية، واحباط، انك ما قدرتش تخلص كل المهام اللي موجوده وراك. التنوع الزائد عن الحد، الاحسن ليك انك تخلي مهمه معينه تركز عليها النهارده ومهمه تانية تركز عليها بكره، ما تحطش اكتر من كده مهام كلها ملهاش علاقه ببعض. وبما اني طبعا بدرس وكمان بشتغل على اليوتيوب، فان انا احط الحاجتين دول في نفس اليوم ده كان بيشتتني بشكل كبير جدا وبيخليني ما انجزش ولا ده ولا ده. فبدل ما بقيت ان انا اذاكر واصور في نفس اليوم، بدات ان انا اخلي ايام للتصوير وايام للدراسه. لازم تكون واضع اطار للمهام، حتى لو الاطار ده مش هتكتبه كتابه، ولكن على الاقل تكون حاطه في دماغك. بمعنى ان كل مهمه هتعملها في اليوم لازم تكون محدد لها 3 محاور. هتحتاج وقت قد ايه علشان تخلص الحاجه دي، في اي وقت في اليوم هتقدر انك تشتغل على المهمه دي بشكل افضل، اولويه المهمه دي. وبما ان اغلب الناس اللي بتتابعني طلاب، فخلينا نطبق حاجه زي كده على الدراسه. لو انت مثلا هتذاكر النهارده يبقى لازم تحدد هي ايه المهام اللي انت هتعملها في الدراسه النهارده، وايه اولويه كل مهمه فيهم، وكل مهمه فيهم هتاخد تقريبا وقت قد ايه، وكمان هو ايه افضل وقت هتدرس فيه خلال اليوم. فانت لو حاطط المحاور دي لنفسك انت وبتكتب المهام بتاعتك هتخلي يومك اكثر انتاجيه. لكن لما الواحد بيكتب مهام معينه خلاص قبل ما انام بكتب المهام بتاعتي وبكره بقى ابقى اعملها وقت ما اعملها، ده غلط، لان دماغك هتبدا انها تتهرب منك طول اليوم وهتيجي في اخر اليوم انا المفروض ان انا اخلص كل ده، هخلصه امتى؟ ولكن لما تبقى محدد مثلا وقت معين انك على اذان المغرب هكون خلاص المفروض ان انا خلصت المذاكره كلها، فحاجه زي دي بتخليك انك تنجز اكتر. مهامك مش مرتبطه باهداف محدده، وطبعا الجمله واضحه جدا ومفهومه انك حاطط مهام معينه بدون اي هدف اصلا. ولازم تكونوا عارفين ان الهدف هو من اكتر الدوافع اللي بتحركنا احنا كبشر، فلازم اي مهمه بتحطها في حياتك لازم يكون ليها هدف او نيه محدده علشان تحفزك انك تشتغل على المهام اللي عندك. ان الاهداف محدده بشكل زائد عن الحد، وده زي اللي ما اتكلمت عليه من شويه وقلت ان احنا مثلا هنذاكر ماده معينه من الساعه كذا للساعه كذا. الموضوع ده لما بيكون محدد بشكل زائد عن اللزوم ده بيخنق الواحد وبيخليه اصلا ما يعملش الهدف اللي المفروض يعمله. واخيرا حابه اقول لك ان في ايام هتعدي عليك ومش هتبقى قادر تخلص فيها اي حاجه او تعمل فيها اي حاجه. قائمه المهام بتساعدك شويه وبتحفزك انك تخلص شويه، ولكن مش هتخلصها كلها او مش هتقدر تخلص حتى نصها. وفي الحاله دي عادي، كلنا بنمر بايام زي كده، ولازم ان احنا نتقبل ان احنا بتعدي علينا ايام ما بيكونش عندنا طاقه اصلا ان احنا نعمل اي حاجه، ولكن حاول على قد ما تقدر انك تعمل اللي تقدر عليه. وبس كده يكون خلص الفيديو. اعملوا سبسكرايب ولايك واعملوا كمان فولو على الانستجرام وعلى التيك توك. اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام.